حكايه المعده وحكايه الام المعده ليها اسباب كتير، خاصه في الشعب المصري بتاعنا. احنا كلنا عندنا ارتجاع في المريء الا من رحم ربي، يعني كل الناس بتشتكي من ارتجاع في المريء، خاصه مع عادات الاكل الموجوده الفتره دي، اللي احنا بنشرب ميه بعد الاكل على طول، اللي احنا بناكل من بره حاجات كتير، اللي في سبايسي فود. في بعض المعدات ما تستحملش السبايسي فود والكلام ده، بيكون في سبب عضوي موجود لالام المعده اللي موجوده عندنا، وفي سبب عادات غذائيه هي اللي بتسبب الام المعده، وفي اسباب تانية. من ضمن الاسباب التانية دي اللي هي الجرثومه الحلزونيه اللي بتكون موجوده في بعض الاكلات اللي موجوده بره، زي عربيات الكبده، زي الخضار اللي مش مغسول، زي الناس اللي بتبيت الاكل وتسيبه متعري فتره طويله في المطبخ او غيره. خلينا متفقين ان الاكل الصحي دايما بيقلل حدوث الاصابه بالجرثومه الحلزونيه او بجرثومه المعده. في بعض الناس اللي عندهم الام في الصدر او قصور في الدوره الدمويه بتاعه القلب في الشرايين التاجيه ولا حاجه، ممكن يجيب الام في المعده. فالموضوع محتاج اكتر من عامل عشان احدد ايه سبب الالام بتاعه المعده دي. من ضمن الاسباب الجرثومه الحلزونيه، هل ريحه البق متغيره؟ هل لما تقوم من النوم في مراره في بقك؟ هل في مخاط او دم بينزل مع البراز؟ هل في الام في المعده؟ هل وزنك ثابت؟ وزنك بيزيد؟ وزنك بيقل؟ بنطلب تحليل حاجه اسمها هيليكوباكتر بايلوري انتيجين في الستول. احنا عندنا اكتر من نوع موجود في الدم، نوع موجود في البراز، نوع موجود مع التنفس. في اقل من سن 15 سنه مش بنعالج قوي على قد ما بنظبط العادات الغذائيه بتاعتنا. اما فوق سن 15 سنه احنا بندي العلاج بتاعنا علاج ثلاثي. في القديم كان بندي حاجه اسمها هيليكيور، بس الجرثومه مع الوقت حصل لها ريزيستنس للادويه دي، فبقينا بنستخدم حاجات ثلاثيه. وبعض الناس لا يستجيبوا للعلاج وبيضطروا نخش بمنظار عشان نشوف ايه السبب، لان بعض الناس اللي عندهم قرح في المعده، بعض الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء، بعض الناس اللي عندهم فتح الحجاب الحاجز بيكون عرضه اكتر للاصابه بيه بالجرثومه، وبتبقى عباره عن فيشا سيركل. يعني لما يكون عنده حد عنده قرح في المعده ده بيكون عرضه اكتر للاصابه بالجرثومه الحلزونيه. مش عايز اقول لك الحاجات الثانيه ممكن تكون اهم من حاجات الجهاز الهضمي. احنا لو عين عندنا عنده جلطه في القلب ده بيجي بالام حاده في المعده، الانسان ده لو ما اتعملوش رسم قلب في الحال وشخصنا الانسان ده، لا ده ممكن يموت في لحظه. ساعات التهاب المراره يعمل لنا التهاب في البنكرياس. في اسباب كتير جدا لالام المعده غير الجرثومه. الجرثومه من اسهل الحاجات اللي احنا ممكن نشخصها وممكن نعالجها. اهم حاجه العادات الغذائيه السليمه بتاعتنا، واهم حاجه نروح للدكتور مع اي شكوى للمعده. احنا فاتحين طوارئ 24 ساعه والعيادات مفتوحه لكل الناس، يعني لكل المصريين زي ما بيقولوا، مش المقاولين العرب بس، لا لكل الناس. المركز الطبي للمقاولين العرب، خبره، ثقه، تميز.